ما أخبرتكم به سابقا، أو كما يقال توقعات، وهي ليست توقعات وإنما معلومات حق. وجهت رسالة سابقة لإخواننا في سوريا وأخبرتهم ونبهتهم ووجهتهم، واليوم ما تكلمت عنه يتحقق، فسبحان الله العظيم. موضوعنا اليوم موضوع هام، فخليكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المتابعين والمتابعات أينما كنتم. قبل مدة يسيرة أو قصيرة وجهت رسالة إلى أخواننا في سوريا وأخبرتهم بضرورة حفر الأنفاق، ولم يعد هناك وقت. ضرورة حفر الأنفاق وخاصة في مناطق محددة. وكلامي لم يكن توقعات، وإنما هذا ما عرفته من خلال السنة النبوية. اسمعوا هذا الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه. فيما معنى الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت فتنة من المغرب وأخرى من المشرق فالتقوا ببطن الشام فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابقا أخبرت أخواننا في سوريا بضرورة حفر الأنفاق، وقلت إن كان فيهم خير فيجب أن تكون دمشق خاصة والغوطة تكون كلها شبكة أنفاق وشبكات أنفاق سرية. وتعجبت من عدم الرد، أو لم أرى ولم أسمع شيء يتحقق. وسبحان الله، إلى هذه الأيام عندما تم تحرير مناطق كثيرة من سوريا وتم إخراج قوات قسد أو ميليشيات قسد، وورثوا ووجدوا أنفاق جاهزة، فسبحان الله العظيم، وأنفاق ليست عادية. وطبعا تلك الأنفاق التي تم نشرها وتصويرها لن تكون مطلوبة أو ستفيد المسلمين كثيرا، ولكن الكنز الحقيقي الذي وجدوه، وطبعا هذا هو قدر الله. الله إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. الله هو مهيئ الأسباب. الكنز أيها الإخوة والأخوات أنهم عثروا وغنموا آلات لحفر الأنفاق، آلات لأول مرة أراها حقيقة، آلات متطورة جدا وقوية. ولذلك أعيد إرسال الرسالة لإخواننا في سوريا عليهم ببناء أو حفر أنفاق، وخاصة في الغوطة، وتكون شبكة أنفاق لا يعلم بها إلا مجموعة من الموثوقين من المؤمنين. لا داعي لكلمة موثوقين، ولكن الكلمة الكبرى هي مؤمنين بالله ربا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يكفي، أفضل من كلمة موثوقين، لأن المؤمن هو موثوق، المؤمن أمين. فعندما وجدنا الأنفاق التي عثروا عليها وكان قد حفروها ميليشيات قسد، فتعجبت وحمدت الله سبحانه وتعالى، وازددنا يقينا أن الله إذا أراد شيء يهيئ لك الأسباب. فكل ما يحدث سواء في سوريا وفي غير سوريا، كما أخبرتكم سابقا أنه قدر الله، والكل يتجمع، والكل كأنهم يحشرون إلى أرض المحشر، وهذا ما سيحدث. بالنسبة للرئيس السوري أحمد الشرع، نسأل الله التوفيق له. طبعا شخصية الرئيس هي شخصية غامضة، وتكلمت عن هذا سابقا. هو الأفضل وهو المناسب لإخواننا في سوريا وللمسلمين جميعا، أو لا أقول للمسلمين جميعا، للمسلمين الذين عرفوا الحق، وللمسلمين الذين عرفوا الإسلام حقيقة، أو أصحاب المنهج الصحيح. هو الأفضل. وطبعا لا نقول أنه نبي، لا نبي ولا رسول، وقد لا يكون من الصالحين من الدرجة الأولى، لا نعلم ما في القلوب.
ولكن نعم هو قد يكون أنه موالي أو حليف للأمريكان أو لقوى الشر. طبعا هذا هو الواضح وهذا هو المعروف، وإلا لم يكن قد وصل إلى ذلك المكان. وطبعا إذا أراد الله شيء يقول له كن فيكون. الله يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. وقد يجعل الله الفاجر أو الفاسد يخدم الإسلام والمسلمين. وأعيد وأكرر، أنا أرى أنه الأفضل، وقد لا يسرع تلك القوى حتى من المسلمين الذين استحوذ عليهم الشيطان ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليس لهم إلا هذا الرجل وجيش الرجل. طبعا الرجال الذي معه هو قد يكون فيهم خير كبير. على العموم الرئيس أحمد الشرع هو ذكي وبين قوسين ماكر. وكلمة ماكر هي ليست كلمة سلبية. المكر هو كذلك يشير إلى الذكاء. ماكر قد يكون في أشياء كثيرة من الخير، وقد يكون له أخطاء، هو بشر. بالنسبة للتحالفات أكيد أنه متحالف، وأكيد أنهم أعدوه، وأكيد أنه وقد يكون أنه يمكر بالجميع بقوى الشر، الله أعلى وأعلم. ولكن أعيد وأكرر، قد يجعل الله الفاجر أو الفاسق أو البخيل جدا يخدم الإسلام والمسلمين. هناك دلائل كبيرة أنه حليف لهم وأنهم قد أعدوه، وقد جاء حتى من سلطة أكبر من الإمارات ومن السعودية وتحالفوا معه مؤخرا أو قبلوا به لأنه مدعوم من القوى الأكبر. عندما في بداية التحرير أو يوم التحرير، عندما ظهر هو وعائلته وكل هذه تلك الأشياء وتلك الصور تشير إلى أنه مدعوم ولا يبالي بشيء. ذلك جزء فقط. وحتى عندما ضرب ذلك الكيان محيط القصر أو قصر الشعب، وذلك دليل آخر. وزيارته للدول الخليجية وذلك دليل آخر. ولقاءه مع ترامب دليل آخر. وهناك أشياء كثيرة واضحة. وما يحدث حتى اليوم في سوريا. طبعا قوى الشر يمكرون والله خير الماكرين. على العموم الرئيس أحمد الشر هو أفضل من غيره. لا نقول أنه نبي ولا رسول، وقد يكون ليس من الصالحين من الدرجة الأولى، وليس ولي من الأولياء، ولكنه طبعا لا نحكم ما لا يعلم ما في القلوب إلا الله. ولكن رأيي الشخصي هو الأفضل اليوم. فعلى جميع الشعب وعلى جميع المخلصين أن يقفوا مع الرجل ويساندوه. طبعا هناك أخطاء كبيرة للرئيس أحمد الشر، وأول خطأ هو أنه أخرج السجناء المحررين من سجون وخاصة من صيدنايا إلى الشارع، ولا زالوا إلى اليوم يعتبروا هناك أسرى، ولا زال هناك سجناء. السجن ليس فقط عبارة عن سور أو 4 جدران. هناك سجناء تم تحريرهم من صيدنايا فاقدين الذاكرة ولا يعلمون من أهلهم، ولم يلتقوا بأهلهم ولا أولادهم إلى اليوم. وهناك مئات الأشخاص رجال ونساء وأطفال مرميين وينامون في الشوارع. وأين ملايين الدولارات وأين المليارات؟ كل قيادات الجيش السوري كلهم أعطاهم الله ومعهم أموال كثيرة، والدولة ليست فقيرة إلى ذلك الحد الذي يجعلنا نتغاضى عن ما حدث في صيدنايا وعلى الأسر والأطفال والرجال والنساء الذين ينامون في الشوارع. وليس مقبول عذر أنه لا يوجد وقت أو الأعمال كثيرة والضغوطات كثيرة. لو جعلتم فقط امرأة من أولئك النساء الذي يظهرون في الحفلات السياسية أو المهرجانات أو اللقاءات، يقوموا بتكليفها بانتشال أولئك وإنقاذ أولئك المرميين في الشوارع، لكان خير لهن.
أو خير لها. على العموم أسأل من الله النصر لإخواننا في سوريا. إخواننا في سوريا عانوا كثيرا ولم يعاني مثلهم أي بشر غير إخواننا في أرض العز، فنسأل من الله أن يعوضهم ونسأل من الله أن ينصرهم. الأحداث القادمة على سوريا ليست سهلة، ستكون هناك أحداث في كل الدول العربية بدون أي استثناءات، ولكن في سوريا قد تكون الأكبر، وحفر الأنفاق ضرورة قصوى، فلا نجاة للمسلمين إلا بتلك الأنفاق التي لا بد أن يتم حفرها، غير تلك الأنفاق التي وجدوها، يكفي تلك الآلات، فلله الحمد والشكر. وجدوا آلات عظيمة وآلات يتم بها خرق الجبال. نسأل من الله السلامة ونسأل من الله النصر لإخواننا في كل مكان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.